امبارح بقى رحت اتفرجت على يوميش رمضان، المكسرات كلها بقى والفستق والعين الجمل والكاجو. رحت انا بقى اشتريت سوداني. ايوه طبعا يا جماعه، نعمل الفستق الكداب، يعني مش معقوله اروح اشتري انا الفستق الكيلو ب 500 جنيه، لا احنا نعمله. وموفر جدا وحلو جدا، وبصوا اتجننوا عليه، يعني انا ابني كان واقف كده فرحان قوي وانا بعمله وعجبهم قوي. ومعايا كده ربع كيلو، انا كنت مشتريه نص كيلو فول سوداني، خدت منه كوبايه بمعيار يعني ربع كيلو. جبت بقى هوك كده او طاسه على النار، وهبدا بقى ايه، طبعا عشان انا جايباه مش محمص، فهبدا احمص فيه كده بالشكل ده واقلب فيه شويه. واول ما يسخن قوي معايا بقى هطفي النار عليه، بس ايدك فيه كده وافضلي قلبي قلبي عشان اطلع منه اي رطوبه، وكمان ايه يتحمص حبه كده. انا قفلت عليه النار خلاص. هجيب بقى الكبه بتاعتي او المفرمه اللي احنا بنفرم بيها التوابل، اي حاجه عندك متوفره هنستخدمها. هنا بقى الكبه بتاعتي حطيت فيها السوداني بعد ما حمصته كده شويه، وهبدا بقى ايه اجروشه. انا مش عايزاه يبقى مفروم ناعم، لا انا عايزاه اجروشه كده شويه، حبه بسيط كده زي ما انتم ما شايفين، زي ما هوريكم كده في الكبه. جبت بقى لون اخضر طبعا، وهحط منه ايه 7 أو 8 نقط كده بالشكل ده. وهجيب بقى معايا معلقتين كبار من الميه، افضلي حطي ميه يعني حاجه بسيطه كده، حاجه بسيطه لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزه تعملي بيها الفستق. تمام. الفستق كداب طبعا، مش يا جماعه. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو في الكومنتات. هنا بقى جبت الفستق بتاعي، اقصد الفول السوداني. تمام. وهحطه كده في البوله، وهبدا بقى احط عليه اللون واقلبه، وقلبي فيه كويس جدا علشان اللون يمتزج كده مع الفول السوداني ونوصل للون اللي احنا عايزينه. تمام. هنفضل نقلب نقلب، وكان باقي معايا حبه قلت احطهم هما كمان. بعد كده بقى جبت الصينيه اللي احنا بنعمل فيها البسبوسه بتاعه الفرن دي، وهحط فيها بقى الفول السوداني، وهبدا بقى ايه افرده كويس جدا فيها كده، عشان بس ايه ما يبقاش فيه طبقات فوق بعض، ومعرفش احمره كويس في الفرن. تمام. الخطوه دي مهمه يا جماعه، لازم ندخله الفرن تحت الشوايه بس. تمام. تحت الشوايه بس يتحمر كده وياخد لون، وكمان الميه اللي احنا حطيناها عليه في اللون تخرج منه، ما يبقاش فيه اي رطوبه، عشان لما نشيله كده في علبه ونخزنه ما يحصلوش اي حاجه. دخلته تحت الشوايه شويه وطلعته، وهبدا اقلب فيه. وانا بصراحه فضلت اقلب فيه كذا مره، يعني مش المره دي بس اللي انا عملتها معاكم، لا انا عملته يجي 3 مرات. تمام. لحد ما ياخد اللون الحلو بالشكل ده. يعني طلع معايا بالشكل ده، كان جميل جدا وطعمه حلو وريحته كمان كان حلو قوي قوي. هحطه بقى تاني، ارجعه تاني في الكبه بتاعتي وهفرمه تاني. تمام. هفرمه بقى هنا ناعم، يعني ايه هفرمه ناعم، شايفين بالشكل ده كده. انا جبت هنا صينيه بيضه او اي حاجه بيضه عشان اوريكم اللون بتاعه وحلو قوي، وازاي انا فرمته طلع معايا بالشكل ده. استخدميه بقى مع جلاش، مع كنافه، زيني بيه مثلا قمر الدين، المهلبيه، اي حاجه، الرز بلبن. بصراحه ما فرقش كتير عن السوداني، عن سوري يا جماعه، عن الفستق. تمام. جبت بقى العلبه الجميله دي بتاعت رمضان، انا كنت مشتريها عشان خاطر المكسرات يعني الحاجات اللي انا هعملها دي في البيت معاكم. وهشيله بقى واحفظه كويس جدا في مكان حلو كده. وهيقعد معاكي تقريبا شهر او اكتر كمان. حلو قوي وموفر جدا. وما تنسوش كان معاكم اسماء جمال، اعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. مع